بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه اليوم عندنا درس جديد، وهو عن الأزمنة أو الزمن أو الزمان باللغة السندية. الحقيقة في بداية الأمور، يعني أنا ما لي إلا من شوية أيام بدأت في اليوتيوب. فكانت طريقتي لسه يعني مبدئية في تحضير الدروس. كنت أحضر الدروس في الكمبيوتر، لكن كنت أسجل من الجوال، يعني الجوال في يدي وجالس يصور من الجوال. فكل ما تحركت يدي تحركت الشاشة. فمشيت هذا الشيء يعني كم يوم، لكن الوضع ما أعجبني، فقلت خلنا نغير شوية. بعد ذلك كنت تعلمت شيء من اليوتيوب نفسه، انه ممكن يعني تسجيل الدروس من داخل الشاشة. فبدأت التسجيل من داخل الشاشة. فكان تمام ما شاء الله يعني. برضو يعني بعد كم درس. وفي المرحلة الثالثة كانت الدروس اللي كنت أحضرها يعني كانت فقط في برنامج الوورد. فقلت خلنا نغير كمان شوية من البيئة. فهذه المرة حضرنا الدرس في برنامج باوربوينت، اللي هو عرض الشرائح أو سلايد شو. فإن شاء الله من اليوم تكون الدروس في عرض شرائح. وهذه طريقة بالصراحة الحقيقة يعني عجبتني. أما من جهة المونتاج، فبرضو أنا ما عندي أي خلفية في المونتاج الحقيقة. لكن في البداية كنت شوية أنتج في برنامج كين ماستر، لكن كان يجيب اللوجو حقه هنا فوق في البرنامج، فوق أو تحت كذا يكون لوجو الكين ماستر موجود. لكن بعدين عرفت من أحد الإخوة أنه في برنامج كين ماستر لكن بدون لوجو. فجربته كمان، برضو طلع ما شاء الله تمام. فبعد ذلك إن شاء الله راح نجرب البرنامج هذا. إذا أحد يعرف برنامج آخر يعني طيب وتمام، يعني يعطينا تحت في الكومنت يخبرنا. المهم آه، كان الغرض من الكلام هذا أنه أنا كنت لسه يعني بادئ في اليوتيوب، ما كانت عندي أي خلفية. لكن الحمد لله شوية شوية فعرفت أشياء أكثر وأفضل الآن يعني تحضير الدروس. فأنتوا كمان يا ليت يعني في بداية الأمر جبت لكم في هذا الدرس اللوجو حقي هذا عشان السبسكرايب، عشان لا أنسى. كنت أنسى أقول لكم عن السبسكرايب في بداية الدروس أو في نهايته، لكن من الآن في الصاعد إن شاء الله راح أذكركم كمان. فالإخوة الذين جوا لأول مرة يا ليت يعني كمان يعملوا لايك وسبسكرايب ويفعلوا زر الجرس وكومنت وشير كمان إن شاء الله. يلا بنبدأ الدرس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس عندنا اليوم الدرس الثامن عشر، وهو عن الزمن باللغة السندية أو الأزمنة باللغة السندية. يكون عرض شرائح أفضل هكذا. نعم. أولا عندنا سيكندو أي الثانية. هو نفسه اللي بالإنجليزية، باللغة الإنجليزية برضو. سيكندو الثانية. منتو منتو أي الدقيقة. كلاكو كلاكو أي الساعة، ساعة واحدة يعني. بكلاكا ساعتين، ريكلاكا 3 ساعات. والأعداد هذه إذا تبغوها ترجعوا لدرس الأعداد.
احط لكم تحت في الديسكريبشن اللينك. هاني هاني الآن. هاني يعني الآن. بعد में يعني بعدين أو لاحقا. صبح أي الصباح. منجندي أي الظهيرة. شام أي المساء. ديه أي النهار أو يوم واحد इको ॾींहुं أو नहार ॾींहं में या ॾींहं जो أي في النهار. रात أي ليل. أधरात أي منتصف الليل. أج أي اليوم. काल्ह أي أمس. सुबह أو सुभाणे يعني غدا أو بكرة. सुबह أو सुभाणे يعني غدا أو بكرة. هفتو أي أسبوع. مهينو أي شهر. अध साल أو 6 महीना يعني نصف سنة أو 6 أشهر. نصف سنة أو 6 أشهر. साल أي سنة. صدي أي قرن أو 100 سنة. صدي أي قرن أو 100 سنة. فهذا كان درسنا اليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، وإن شاء الله نتمنى اللي الآن اللي لسه ما اشتركوا يا ريت لو يشتركوا في القناة ويعملوا لايك ويفعلوا زر الجرس وكومنت وشير. وإن شاء الله نتقابل في الدرس القادم إن شاء الله، والذي سيكون إن شاء الله عن العملة الباكستانية. تعالوا على الفيسبوك والانستغرام إن شاء الله، بحط لكم اللينك تحت. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.